بقول لك ايه؟ شفت اللي محمد شحاتة عمله؟ الواد محمد شحاتة ده مكيفني. احسن وسط ملعب في مصر بلا منازع. سلام. شحاتة لاعب وسط ملعب مثالي، بيدافع، بيهاجم، بيباصي، بيقطع، بيصنع، بيشوط وبيجيب جول. لاعب زي ما الكتاب بيقول. يا اخي ده رؤية وسرعة ودقة وتألق كبير جدا، بس ده تحت قيادة كريستيان جروس. عمنا جروس بقى قدر يوظف محمد شحاتة صح. لاعب خط وسط بوكس تو بوكس زي ما الكتاب بيقول. انا بقول لك شحاتة عمل ايه اخر 3-4 ماتشات ومحدش مركز معاه. محمد شحاتة في ماتش صراع الجيش شاط شوطه من بره ال 18 ودي كانت نادره وشوطه ما بنشوفهاش من محمد شحاتة وبدا يعملها. لا وكمان في نفس الماتش صنع جول لحسام اشرف. الماتش التاني الحرس الحدود شحاتة صنع وعمل بري اسيست لو تفتكروا الصدر بتاع عمر جابر لزيزو وفنش الجول. تطور هجومي واضح من محمد شحاتة ومستر جروس خلى اداؤه مش بس يعتمد عليه في الناحيه الدفاعيه، لا وكمان خلاه جريء وبيروح وبيشوط على الجول وبيعمل اسيستات بمزاج. بص بقى الحته دي حته جامده موت. شحاتة مش بس بيستخلص الكرة من نص ملعبنا، ده بيبدأ الهجمة ويبنيها إن كان بتمريرات في نص الملعب أو على الأطراف، وده شغل مساحات بتاع زيزو ومصطفى شلبي. شحاتة لعيب 8 نموذجي زي ما الكتاب قال. بعيدا بقى عن كل الكلام ده، محمد شحاتة أداؤه وأرقامه بيتكلموا عنه. محمد شحاتة واحد من أهم اللعيبة في نادي الزمالك، واحد من أفضل اللعيبة في الدوري المصري، ومكانه في منتخب مصر أساسي، مسألة وقت. محمد شحاتة مشروع نجم كبير قوي مع الزمالك تحت قيادة جروس. الولد ده هيطلع أحسن حاجة عنده وهيكون نجم كبير قوي، مش بس في الزمالك لو كمان في منتخب مصر. نصيحتي ليك يا ابني، ركز في الملعب، ركز في التمرين، ركز مع النادي، مالكش دعوه باي كلام بره، وابعد خالص عن البلالين حبيبي.